هنتكلم عن الصدة للخارج كف الايد، سواء كانت الايد امامي او اماميه او داخليه، اللي هي الصدة للخارج. تاني ايدي زي ما احنا قلنا لازم الصابع كلها تبقى مضمومه. لو جت الايد الثانيه وبالتالي لو انا حصل وهو ماسك اهو اهي، ولو هيضرب الايد الثانيه دي هتمكنني ان انا اقدر ان انا الصبع ده بعد كده اقدر الفه من تحت واقدر امسك ايد الخصم. يبقى الصدى بكف الايد ميزتها ان انا هقدر الف صباعي من تحت واقدر امسك ايد الخصم، وبالتالي دي صدى من هنا ودي صدى من هنا. بقى دي الصدتين اللي للخارج لو دي ضد ماسكه ودي ضد ضربه. تمام؟ يبقى تاني من الاول اهو انا واقف اهي وانا قافل من هنا، هقدر بعد كده اعمل الضربات بتاعتي اهي. تمام. شكرا.